في حلقة النهاردة هنجرب حاجات جديدة من كانساس فرايد تشيكن. كانساس فرايد تشيكن نزل حاجات جديدة وكمان عامل عروض جامدة قوي هقولها لكم كلها في آخر الحلقة. يلا بينا نبدأ الحلقة. أول حاجة جايبين كورن ريبس. طبعا دي حاجة يعني أنا بالنسبة لي متحمس لها جدا لواحد عاشق للكورن زيي. طبعا الكورن دي بقى أنا بحبها جدا فأنا متحمس لها قوي. هي عليها مايونيز وسويت تشيلي وهما 4 قطع كده. تعالوا ناخد كده بقى واحدة فيها المايونيز والسويت تشيلي كده مع بعض. ده شكلها كده. يلا بينا ندوق. طيب هي طعم الكورن يعني عادي حلو، وسويت كورن كده معاه سويت تشيلي ومايونيز لذيذة. بس غريبة جدا ان هم عاملينها بالحتة اللي جوه دي، والحتة اللي جوه دي انا كنت فاكرها هاكلها بتتاكل معاها، بس لا يعني هي طلعت ناشفة، حتة بتترمي. فمش عارف ليه حاططها في الطبق وهي كده، فغريبة جدا. فكان احسن يقطعها ويبقى كورن بس زي اي مكان تاني. فانا شايف موضوع الريبس ده وحش جدا، يعني مش هتعرف تاكلها. حتى انت هتمسكها كده، المايونيز اللي عليها الحته اللي جوه دي مش هتعرف تاكله، يعني هتاكل اللي بره بس والحته دي هتترمي. فانت حاطط عليها مايونيز ليه وحاططها اصلا في الطبق ليه؟ تاني حاجه معانا الوينجز. ده شكل الوينجز، انا جربته بالسويت تشيلي، هو في منه 6 و10، ده 6 قطع. فطبعا ده وينجز بسويت تشيلي وفيه باربيكيو بقى وفيه جارليك بارميزان وحاجات كده. فانا قلت اجرب بسويت تشيلي اشوف حلو ولا لا. فيلا بينا ندوق. ده شكل كده الوينجايه. ده شكلها من جوه. الفراخ نضيفه جدا وحلوه. طعم السويت تشيلي حراق بالزياده، يعني دايما السويت تشيلي بيبقى مسكر سنه وحراق سنه، بس ده حراق بزياده. فممكن يكون الفراخ مع سويت تشيلي سبايسي زياده. يعني مش عاجبني قوي طعم السويت تشيلي، بس الفراخ طعمها حلو. ومش عاجبني برضو ان الصوص تقريبا بره خلى البريدنج طري شويه، مش مقرمش كده. الساندوتشين دول جداد، المفروض اول مره اشوفهم. واحد اسمه ناسفيل وواحد اسمه بيبروني رانش. هما المفروض جداد وحطيتهم في الايتمز الجديده وانا اول مره اشوفهم. الناشفيل ده بيبقى عباره عن فراخ كده بتتحط في زيت سبايسي، وبعد كده تطلع يتحط عليها باودر احمر كده مع كول سلو حركات. والتاني بيبقى بيبروني مع رانش وكده، فمتحمس لهم. ودي فرايز، فتعالوا كده ندوق الفرايز قبل ما نشوف كده. طيب الفرايز عليها توابل كده، شايفين؟ مش عارف شايفين ولا لا. طيب الفرايز لذيذه، مش مرمشه قوي طبعا عشان جايه يعني مشوار وكده، مش واكلها في المحل. بس عليها توابل سبايسي كده زي سبرينكلز، فلذيذ شغال. يلا بينا نشوف الساندوتشين. طبعا هم تغلفتهم مختلفين عن بعض ومش كاتب ده ايه، فاحنا هنكتشف مع بعض. طيب اصلا فتحته بالشقلوب، فتعالوا نقلبه. ده المفروض الناشفيل لو انا بقطعها صح برضه. فالعيش مبدئيا طازه وحلو، المفروض عليه كول سلو. والفراخ المفروض كان شكلها بتبقى احمر اكتر من كده، فمش عارف ايه النظام. وعليها كول سلو هالبينو تقريبا، دي جبنه وتحتها خيار مخلل. فيلا بينا نشوف ايه اخبار الساندوتش ده. طيب تعالوا نقطع الساندوتش كده عشان نشوفه من جوه ايه النظام. ده شكل الساندوتش. صراحه الفراخ شكلها حلوه ونظيفه وعليها كول سلو كده. يلا بينا. طيب بصراحه ساندوتش لذيذ، طعمه حلو. كول سلو مسكر سنه مع السبايسي بتاع الفراخ الجامد، فعامل كده توازن حلو. فساندوتش جامد قوي، انصحكم بيه. تاني ساندوتش هو البيبروني رانش. ما حاطين السندوتشات بالشقلوب، مش مشكله. طيب ده البيبروني رانش. هو المفروض عليه بيبروني ورانش، هو عليه رانش بس مش عليه بيبروني. عليه زي بيف بيكن كده وحته التشيكن، ومن تحت بيكلز. فتعالوا نشوف ايه الاخبار. طيب هو غريب قوي ان هو اسمه بيبروني رانش ومش عليه بيبروني، فغريبه قوي. طيب تعالوا ندوق كده ايه الاخبار. طيب بصراحه الساندوتش ده يعني ما عجبنيش قوي. فراخ سبايسي هي زي اللي فاتت، فحاسس ان هو غالبا بيستخدموا كلهم ناشفيل، او يعني مش عارف بقى، ولا مفيش اصلا تاني ما كانش فيها اصلا الصوص بتاع الناشفيل ده. وحته عيش كده فاضيه، ما حطش بيبروني، حط كده حاجه يعني مش عارف ده ايه، مش عارف دي ايه هي، مش عارف. فيعني كله على بعضه يعني يتاكل، مش وحش، مش وحش، بس
مش قوي، مش حلو، يعني اللي فات احلى بالنسبه لي. طيب بعد ما جربنا كل جديد من كانسز، بصراحه الساندوتشز حلوه، بس انا ما حسيتش بالناشفيل ده. انا حسيت ان هو فرايد تشيكن سبايسي حلو، بس التاني اللي هو بيبروني رانش ده، الرانش ما حسيتش بيه، والبيبروني ما كانش بيبروني، كان حاجه كده زي البيكن. فمش عارف، انا حسيته عادي، هو مش وحش بس عادي. بالنسبه للوينجز، الوينجز طعمها حلو، وفي منها مقرمش وفي منها مش مقرمش، بس السويت تشيلي ما كانش قوي قوي، كان يعني زي كده سبايسي قوي. مش عارف ده بسبب ان هي سبايسي ينفع مع سويت تشيلي. فلو جربنا حاجه مختلفه، يعني صوص مختلف غير السويت تشيلي، ممكن تبقى احلى. الكورن ده بقى بصراحه يعني انا مش عارف ليه عاملينها ريبس، يعني بدل ما هي مش بتتاكل، يعني حاجه مش لذيذه. كنت تقطع الكورن وتحطه وخلاص يعني. ما عجبنيش خالص ان هو الطريقه، بس طعمه كان لذيذ، كان حلو عادي. بالنسبه بقى للسعر، كان سعر الساندوتش ده 120 جنيه، فانا حاسس ان هو غالي شويه. حاسس ان في محلات تاني بتعمل نفس السعر تقريبا، بس بيبقى اكبر شويه، يعني ينفع تاكله كده. ده ما يشبعش واحد اعتقد. فبس كده، دلوقتي وقت العروض. في عرض اسمه ماجيك اوفر، هو عباره عن باي ساندوتش كومبو وتاخد عليه ساندوتش هديه. وده مش من اللي احنا جربناهم النهارده، من ساندوتشات معينه هم حاطينها في المنيو. عنده حاجه اسمها باي وينر ميل، وعليها سناك ميل. فالوينر ميل دي اللي هي وجبه من 3 قطع فراخ ومعاها كول سلو وعيش وكده، تاخد عليها قطعتين معاهم برضو بطاطس تقريبا وفرايز. وكمان في حاجه اسمها كانسز لاكي ب 120 جنيه، فيها قطعتين فراخ وساندوتش ورز وكول سلو. في عرض تاني ساندوتش ب 79 جنيه، معاه فرايز وعصير وصوص تقريبا. وبس كده يعني. لو وصلت لحد هنا شكرا. ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لناس تاني، تعمل لايك ويوصل لناس تالت وتعمل لايك. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو لسه مش عامل، واكتب لنا في الكومنتس اي حاجه جديده احنا ما جربناهاش عشان نعملها الحلقات الجايه. وبس كده، سلام.